المادة 409 مادة حماية مجرمين البنات وذباحين الزوجات. المادة 409 من قانون العقوبات العراقي اللي تنص على الحكم على القاتل بجرائم الشرف بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، وكان أحدث ضحاياها هو طيبة. طيبة بنت الديوانية والمغتربة بتركيا، واللي يقال هروبها من عائلتها المتحفظة بسن المراهقة كان بسبب تحرش أخوها بيها. المفروض أنت أكثر واحد ترضى لأن تعرف ابنك شو مسوي فيها. المفروض أكثر واحد. لا هي سهلة بابا سهلة، أخوي نام فوق هاي سهلة، نام أبوي ما تدري ايش سهلة. وكلنا نعرف العرف العشائري يميل لصالح الذكر حتى لو كان الذكر هو أخو طيبة أو أبوها اللي ذبحها. طيبة بعد ما رجعت للعراق حتى ترضي أمها وأبوها وتصلح الأمور اللي شافوها خاطئة، وتتزوج حسب الإعراف والتقاليد من حبيبها السوري اللي المفروض تقدم لها من الباب بعد ما وعدها يخطبها من أهلها. وصلت طيبة العراق وتحدد أخوالها اللي موعديها بالقتل بس توصل، وصارت مشكلة غير معروفة ويا الشاب وما تقدم الخطبة الطيبة بالموعد المحدد. هنا اجى دور الأب اللي المفروض يواسي بنته المكسورة بعد فشل حفلة خطوبتها، بس هو قام بأحسن دور الأبوة وطيب خاطرها، لكن طيب خاطرها بالذبح وحناها بدمها حرفيا، وسلم نفسه للشرطة بعد ما عرف أن القضاء راح يذبه 3 سنوات بالحبس فقط. قانون حماية مرتكبين جرائم الشرف اللي راح أسميه قانون حماية وليس قانون معاقبة، هو قانون يتيح لكل مريض نفسي أو مجرم مختل أو ذكر طمعان بورث بنته أو أخته أو أمه أن يلفق تهمة ويذبح هذه الأرواح البريئة بدم بارد ويعيش أحلى عيشة بالسجن كم سنة أكل ونوم، وبعدها يطلع طبيعي ويرجع لبيته. لكن السؤال المهم هنا، طيبة همين راح ترجع لبيتها؟ والسؤال الأهم أيضا، ياهو بيتها الحقيقي؟ بيتها بالغربة اللي وفر لها الأمان والحب وفرصة العمل؟ لو بيتها اللي ذبحها وهدر دمها؟